تفارقين البيت الذي فيه شأت والعش الذي فيه دركت إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أي بنية، لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى، تكن لك زخرة أولهما وثانيتهما، الاثنين الأولانيين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه ولموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن أفشيت وإن عصيت أمره أوغرت صدره، والله يخار لك. الله يفتح عليك. بالله لو إن دي مثلا كل أم تحفظ دي وتربي بناتها على هذا، إيه اللي يحصل في الكون؟